ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ معاكم يوسف عصام. رجعنا في فيديو مهم جدا وهو تجربة مطولة مع السامسونج A15 او ال A15. الفيديو ده مش هيكون زي ما قلت لك ريفيو على قد ما هو فعلا حاجات ما بتبانش في اسبوع كده ولا حاجة. لا، هي حاجات بتبان مع الوقت، مع الاستخدام الطويل، مع بتستخدمه في حالات مختلفة كتيرة. وده اللي هنعرفه في الفيديو. بس برضو ايه، هناخد كده لفة عن الحاجات الأساسية برضو. بس قبل ما نبدأ أكيد ما تنساش تعمل لايك، سبسكرايب، وتفعل زر الجرس. ويلا بينا نبدا فيه. اول حاجه كالعاده نبدا بيها وهو التصميم طبعا مألوف جدا. هو سلسله الاس 24 كلها، فهي مش حاجه وحشه قوي للناس اللي معاها الاي 15 على قد ما هي حاجه وحشه قوي للناس اللي معاها اس 24 العادي او الاس 24 بلس. فانا اسيب لكم انتوا التصميم كده كده، ده ذوق واراء يعني، فكل واحد يكتب لي اذا كان هو عاجبه او مع الناس دي او مع الناس دي. اكتب لي تحت في الكومنتس. نخش بقى على الخامات. والخامات هنا مش احسن حاجه ولا فيها اي حاجه مميزه يعني. هي ظهر من بلاستيك، فريم من بلاستيك، كل حاجه من بلاستيك. ومش هقول لك ان انت بتمسكه تحس ان انت بقى ماسك ازاز، لا هو بلاستيك عادي بس بلاستيك كويس يعني. هنا حتى الزراير ليها يعني كليكي وليها صوت، دي حاجه كويسه جدا. زرار الباور اللي عليه البصمه هنتكلم عنها برضو. كل الكلام ده ماشي كويس جدا. يو اس بي تايب سي موجود تحت مع هيدفون جاك مع سبيكر مونو للاسف، ودي حاجه برضو هنتكلم عنها، مع مايك للمكالمات ومايك تاني فوق لعزل الضوضاء. طيب كل الكلام ده جميل. نخش بقى على الشاشة، اللي هي حاجة مفروض من مميزات يعني الموبايل ده قوي. وهي فعلا شاشة كويسة جدا وبانل نظيفة جدا. انا مش عايز اقول لك ارقام كتيرة يعني كالعادة، ولكن هي شاشة كويسة، حجمها كويس، اموليد، ريفرش ريت 90 هرتز. مش 120، في موبايلات تانية من شاومي بالذات بنشوفها 120 في السعر ده عادي، بس 90 ستيل كويس برضو، ستيل ريفرش ريت عالي. وفعلا في فرق يعني. انت لو عاملها على 60 عادي لا هتحس ان الموبايل بطيء، وده هنتكلم عنه اكتر في حته الاداء. ولكن 90 فرقه فكل لحد دلوقتي كده ماشي زي الفل. الفكره بقى في السطوع بتاع الشاشه بيوصل ل 800 نتس. وبص، الموضوع ده انا لما جيت شفته في الاول قلت عادي مش هتفرق يعني. مثلا حتى من 1000 نتس مثلا بتيجي في الاي 24، مش الموضوع مش هيفرق قوي. بس لا، الموضوع طلع فارق قوي. وفعلا انا بخرج بره كتير، ومثلا وانا بطلب اوبر او بطلب عربيه بفتح الموبايل، بفتح الجي بي اس، برضه هنتكلم في موضوع الجي بي اس ده. فلا بحس ان لا، الشاشه سطوعها فعلا قليل، وانت فعلا محتاج ال 200 نتس دي جدا يعني. انا كنت محتاجهم قوي. فلا، سطوع الشاشه هنا بصراحه بره مش احسن حاجه، لكن اكيد في الاضاءه الداخليه زي الفل يعني. بس فعلا كنت محتاج سطوع اعلى من كده. فده بالنسبه لي عيب كبير قوي في الشاشه، لان فعلا فرق كبير يعني. انت عندك هنا في الموبايل مفيش اولويز اون ديسبلاي. ليه مفيش اولويز يعني؟ ليه التفرقه بس لان ده موبايل في فئه الاي واحد وجنبيه رقم، فما يبقى اقل من الاي حتى 2 وجنبيه رقم يعني؟ ليه يعني؟ انت عندك هنا شاشه اموليد، اديني اولويز اون ديسبلاي. لا مفيش. اتمنى ان هي تيجي بسوفت وير. يا جماعه ما اعتقدش ان حاجه زي كده بتيجي بسوفت وير، ولكن البانل نفسها كالوان كتجربه فرجه يعني لا يعلى عليها طبعا. محدش يختلف على كده ان الشاشة سامسونج من احسن الشاشات. ولكن طبعا هو تصميم بقى الموبايل قديم وكده، خلاص هنا اتعودنا من سامسونج كل الموبايلات كده. حتى الاي 25 برضو نازل بنفس الموضوع ده. الاي 35 هو اللي لسه مغيرين في الموضوع ده اخيرا بقى بهول بانش. ولكن زي ما بقول لك الاي 25 اللي هو ده 9 10000 جنيه برضه لسه بالنوتش دي. فماشي مش مشكله، ما عنديش مشكله مع النوتش قوي قد ما في مشكله شويه مع الحواف. فعلا الحواف حتى الجانبيه لا، زياده شويه. في هنا ملحوظه بقى انا واجهتها شخصيا، معرفش معايا في النسخه دي بس ولا هي موجوده على كل الموبايلات، وهي ان انت لما بتعمل، انا مش عارف اعرف اوريها لكم على الكاميرا بالظبط ولا لا، بس فعلا لما انت بتوطي اضاءه خالص، توطي البرايتنس على الاخر قبل ما تنام كده مثلا وانت في السرير او حاجه، فانت بتوطي البرايتنس خالص وانت معمول دارك مود. لازم يكون معمول الموبايل دارك مود. وتفعل الريدنج مود كمان اللي هو بيصفر الشاشه عشان ما يوجعش عينك وكده، عشان انت بتبقى في الضلمه. لما تعمل كل الكلام ده بيظهر زي نويز كتيره قوي حمراء من على الطرف الشمال. حاجه موضوع غريب جدا فعلا ومضايقني. بس هو ما بيبانش غير زي ما قلت لك في الحالات دي انت تكون واطي البرايتنس خالص ومفعل الدارك مود ومفعل اكتر كمان الريدنج مود اللي بيصفر، بيبين بقى الموضوع على حد. بتلاقي فعلا في نويز غريبه جدا. مش عارف يعني ازاي يكون في حاجه زي كده في البانل زي ما قلت لك بتاعت سامسونج. موضوع انا مش عارف هو موجود في النسخه دي ولا في كله. بس هو موضوع غريب جدا ومقلق بصراحه. غير برضو ان في حاجه حصلت لي، ما حصلتش كتير بس وانا بره، ما اعرفش ممكن يكون عشان ايدي عرقانه برضو او حاجه، بس بتلاقي ساعات كده او ممكن يكون عشان الشمس
وانا ماشي كنت طلعت الموبايل فبسمع ميوزك، بغير الميوزك بس من الموبايل نفسه مش من السماعة، فلقيت الشاشة بتعلق، يدوس على حاجة يدوس على حاجة تانية، يعمل مش عارف ايه. دي برضو حاجة انا سمعت برضو ان في ناس تانية واجهتها، ولكن موضوع الفليكر برضو عشان ناس كتيرة مقلقة من الموضوع ده عشان هو كان موجود في الاي 24. لا الفليكر هنا انا ما شفتوش خالص وما حصليش ولا مرة، بس زي ما قلت لكم موضوع النويز ده موضوع غريب جدا فعلا، وانا مش عارف هي في البانل نفسها ولا سوفت وير ممكن يتحل وفي النسخه اصلا دي بس ولا في كل الموبايلات، حقيقي انا مش عارف، بس دي تجربتي وده اللي حصل معايا فكان لازم اعرف عشان نكمل بقى وننهي موضوع الشاشه وتجربه الفرجه معاها تجربه الصوت. دي حاجه برضو من عيوب الموبايل حتى في السعر ده. من شاومي بنشوف ستيريو، وانا بصراحه كواحد جاي من موبايل كان فيه ستيريو فرق كبير بصراحه، يعني سماعه هنا مش وحشه وصوتها كويس صوتها عالي، بس لا يعني فكرة ان الصوت بيخرج من يمة واحدة دي ويتكتم، وفعلا حتى وانا بمسك يعني هي السماعة فوق على اليمين يعني او تحت على اليمين يعني برضو بتتكتم. انا لما بمسك الموبايل وبلعب، انا عارف طبعا الناس البروفيشنال اللي بتلعب يعني المفروض يبقى حاطط سماعة، بس سيبك افترض انت بتلعب من غير سماعة، انا برضو ببقى كاتم الصوت يعني. فالموضوع مستفز بصراحة، وانا زي ما قلت لكم كواحد متعود على ستيريو او سماعات ستيريو لما يرجع لسماعات مونو هيحس بفرق كبير. طيب نخش بقى على حاجه انا شخصيا بحبها جدا وبحب اتكلم عليها جدا، وهو الاداء هنا طبعا في الموبايلات اللي في السعر ده اداء مهم جدا نعرف. الموبايل هنا بيجي مع معالج هيليو جي 99، معالج كويس قديم شويه ولكن يعتبر قوي مش ضعيف، مع 3 نسخ للموبايل 4 128 6 128 8 256. بس انا طبعا النسخه الاخيره دي ما انصحش بيها خالص، لان فعلا هنا الوان يو اي زي ما هنتكلم برضو عليه كمان شويه ان هو فعلا حلو قوي، بس لا الوان يو اي تقيل جدا. فانا تقريبا بيبقى لي مع النسخه اللي احنا بنتكلم عنها دي 628 دي النسخه اللي معايا انا حرفيا بتبقى السوفت وير مع كله واخد حوالي 3 جيجا ونص، فانت بتتكلم اللي متبقي 2 جيجا ونص دولت اللي بيبقوا فاضيين عندي. فلو انت جايب النسخه الاربعه هيبقى لك نص جيجا بس، مش هتعرف تفتح ابلكيشن خالص ولا هتعرف تعمل اي حاجه. فلا ما انصحش بيها خالص، انا عارف ان سعرها مغري بس لا بلاش، انت خليك في النسخه 628 على الاقل، دي اللي انصح بيها ودي اللي معايا وبنتكلم عليها دلوقتي. 6 جيجا رام مع المعالج ده في السوشيال ميديا وفي الاستخدام الطبيعي في التصفح والتنقل الموضوع فعلا سلس مع وان يو اي، لا و90 هرتز برضو، لا الموضوع سلس، مفيش جليتشات مفيش حاجات متخلفه بتحصل معايا، لان انا كنت مستخدم شاومي وراجع من ميو اي، وانا هعمل فيديو مخصوص على الموضوع ده على الوان يو اي من مستخدم شاومي او سوفت وير ميو اي يعني عموما. لا مفيش الحاجات المتخلفه انا كنت بشوفها هناك دي انا ما شفتهاش خالص هنا. الموضوع هنا في السوشيال ميديا لذيذ، انا بعرف افتح ابلكيشنز بخرج، ما فيش حتى لحد دلوقتي انا ما فيش ابلكيشن كراش مني او خرج كده من غير سبب او اي حاجه زي الحاجات اللي كانت بتحصل مع البوكو اكس 3 برو معايا. طيب في الالعاب بقى، بص الموبايل ده مش للالعاب بس برضو لو عايز تلعب لا هو اداؤه مش وحش، الجرافيكس مش اعلى حاجه، يعني انت بتلعب لا اما على 30 فريم وتاخد جرافيك اعلى شويه، لا اما بتلعب على 40 فريم وتضحي شويه بالجرافيكس، ولكن الموضوع مش وحش ومستقر ايا كان انت تلعب على ده او على ده. فالموضوع مستقر، يعني انت بتلعب على 40 فريم فهم 40 فريم ثابتين حتى في الفايتنج، حتى وانت بتعمل اي حاجه في اللعبه لا ال 40 ثابته ما بتنزلش ما بيحصلش يعني دروبات، فدي حاجه كويسه جدا. فالاداء كول اوف ديوتي بابجي كل حاجه زي الفل، يعني الحاجه الوحيده اللي انا كنت بجرب عشان اشوف برضو الاداء رايح لحد فين يعني، فانا نزلت كول اوف ديوتي وور زون، دي اللعبه الوحيده اللي كانت وحشه قوي وكانت تقريبا شغاله 15 فريم، بس اكيد دي لعبه اصلا ما بتشتغلش على اي جهاز وعايزه جهاز فلاج شيب فعلا عشان تلعب عليها، يعني لعبه تقيله جدا ولعبه كبيره جدا وخدت من النت كتير قوي، بس انا كنت عامل كده بس عشان اجرب واشوف اداء الموبايل لحد فين. في بقيه الالعاب الموضوع لذيذ جدا برضه، لو عايز تلعب برضه هتلعب ولكن مش حد جيمر يعني، لكن انت لما تعوز تلعب انت هتلعب بشكل كويس جدا مرتاح على اغلبيه الالعاب اللي هي العاديه. طيب نخش بقى لحته الكاميرات.
كاميرات الاي 15 حقيقي مش مميزة اطلاقا، ومش من مميزات الموبايل، على عكس حتى الاي 24 اللي الكاميرات فيه احسن بالذات في تصوير الفيديو. ولكن ده مش معناه انك لما تصور من الموبايل ده ما تعرفش، لا هتعرف عادي، لان عندك هنا 3 كاميرات خلفيه. الكاميرا الاساسيه بتيجي بدقه 50 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 1.8، وعندك كاميرا تانية بدقه 5 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.2، ودي الكاميرا الالترا وايد او الزاويه الواسعه. وعندك كاميرا ثالثه واخيره وهي 2 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.4، ودي للماكرو. سيستم الكاميرات مش سيء، فخلينا ناخد كل كاميرا على حده. عندك الكاميرا الاساسيه ودي اهم واحده فيهم، بتطلع صوره كويسه في اضاءه النهار او الصبح، يعني مش اكتر تفاصيل هتاخدها، ولكن الوان كويسه في اغلب الظروف. وهنا انا قلت في اغلب الظروف لان مش دايما هتعرف تطلع اللوك كويس او حتى اللي انت متعود عليه من الموبايل، وده عيب كبير جدا ان الالوان مش ثابته. ممكن لو حركت ايدك او ميلتها يمين او شمال شويه الصوره هتقلب، دي حاجه. الحاجه التانية بقى انك متاخدش على اللي انت شايفه. يعني ايه؟ يعني هنفترض اننا جبنا زرعه في الشارع وجينا نصورها والسما وراها قويه، وانت بتاخد الصورة الالوان هتكون مختلفة شوية والسما ممكن تكون لاسعة. انما بعد ما تاخد الصورة بقى ويحصل عليها بروسيسنج او معالجة، كل الحاجات اللي انا قلتها دي هتتغير، الالوان هتتظبط والسما مش هتبقى لاسعة. فهمتوا قصدي؟ البورتريه بقى القص وعزل الاطراف معقول جدا، اكيد بيغلط بس في حتت صعبة قوي فعلا، يعني حتة زرع حاجة زي كده. انا رأيي زي ما قلت لك في الاول، الصبح تقدر تطلع صور كويسة في اغلب الظروف، اما بالليل بقى الصورة بتبقى منورة كويس والله، يعني فيها اضاءة ولكن ممسوحة، لو عملت زوم مش هتلاقي تفاصيل. ده غير بقى النويز اللي ابتدت تظهر. تقدر تعمل في الكاميرا زوم لحد 2x اوبتيكال او 10x ديجيتال وما فيهاش اي مشاكل. ال 2x كويسه جدا. نخش بقى على الكاميرا الثانيه وهي ال 5 ميجا بكسل الالترا وايد او الزاويه الواسعه. الحقيقه البعد بتاعها كويس ولكن التفاصيل فيها ضعيفه جدا الصراحه، وفيها حاجه مستفزه جدا وهي ان الوانها مختلفه تماما عن الوان الكاميرا الاساسيه. انا عارف ان في موبايلات فيها الموضوع ده، بس الموضوع هنا انا حاسه زياده شويه. يعني دايما في كل الصور اللي انا صورتها لازم تزود التشبع بتاع الصوره قوي وتخلي الصوره ساتيوريتد زياده، فحقيقي كاميرا مش حلوه خالص، ولكن مع الكاميرا زاويه واسعه يعني لو اتزنقت في لم او حاجه. واخر كاميرا الحقيقه مش عايز اتكلم عنها اصلا انها ملهاش لازمه، وهي الكاميرا ال 2 ميجا بكسل الماكرو، ما بتقربش اصلا والوانها بايظه خالص، كاميرا وحشه قوي بصراحه. لو انت يهمك التصوير قوي يعني ما انصحكش الصراحه بالموبايل ده، لان تصوير الفيديو بتاعه ضعيف جدا. يعني نخش بقى على الكاميرا السيلفي او الكاميرا الاماميه. عندك هنا كاميرا اماميه بتيجي بدقه 13 ميجا بكسل بفتحه عدسه f 2.0. كاميرا الحقيقه بتطلع برضو صور الصبح يعني معقوله، الوانها عجباني جدا، ولكن فيها نفس المشكله اللي قلت لكم عليها في الكاميرا الخلفيه، وهي ان انت بتصور صوره بتبقى شايفها حاجه وهي بتطلع بعد كده بعد البروسيسنج حاجه ثانيه خالص، يعني بتتظبط اكتر، فهي برضو فيها الموضوع ده. التفاصيل فيها قليله برضو شويه، اكيد لو عملت زوم شويه على الصوره هتلاقي الصوره ممسوحه برضو شويه، بس صور مقبوله جدا ممكن تنزلها على السوشيال ميديا. ولكن بالليل اكيد الوضع مختلف خالص، يعني نويز بالهبل، ما فيش، تحس ان دايما في اوت فوكس. برضو فيها البورتريه كويس جدا، بيقص كويس جدا، برضو غلطات بسيطه جدا لو في زرع كتير او حاجه ممكن تلاقيه غلطات بسيطه جدا، ولكن عزل مقبول جدا يعني وكويس. طبعا مش محتاج اقول لك ان هي بتصور برضو فيديو طبعا 1080 بي بس 30 فريم، اكيد زيها زي الكاميرا الخلفيه. طيب دي كواليتي الفيديو من الكاميرا الاماميه، وبرضو كواليتي المايك، انتوا اكيد سامعيني، شايفين الصوت عامل ازاي، وكواليتي برضو الفيديو. انا شايف دلوقتي الالوان يعني كويسه عشان الشمس مش مباشره. دي في اضاءه النهار، اكيد زي ما قلت لكم بالليل الوضع اسوأ بكتير جدا، ولكن انها اكتر هنا بنجرب عشان يعني المايك. وبرضو لو انت عايز تصور حاجه الصبح يعني يا عم ستوري وبتاع، انت مشهور انا عارف، فبرضو تبقى عارف يعني الدنيا فيها ايه، شكلها عامل ازاي. انا شايف الشكل كويس جدا، الدنيا يعني زي ما قلت لكم الشمس مش قويه فمفيش حاجه لاسعه، فشغاله يعني لحد ما كويس. انتوا رايكم ايه؟ فده رايي، حابب جدا اسمع رايك في الكاميرات بتاعت الاي 15 بعد ما انت شفت الصور قدامك، تقدر تحكم بنفسك هل هي كويسه ولا لا.
نرجع بقى نكمل الفيديو. طيب نخش بقى على البطارية هنا انا جربت، هي طبعا 5000 ملي امبير مع شحن سريع 25 واط. انا مكسوف انا بقول شحن سريع 25 واط، ولكن هو شحن سريع برضو ستيل شوية. ما بيجيش في علبة ملط خالص، مفيهاش اي حاجة، لا شاحن ولا كفر، ولازم تعمل حسابك ان انت هتدفع لك شوية فلوس عشان تجيب الحاجات دي، فتزود على الموبايل. يعني الشاحن الاصلي او الراس الاصليه من سامسونج ب 1100 جنيه. يعني لو هتعمل زي برضو ممكن اسيب لك اللينك تحت في الديسكربشن، عايز تشتري الشاحن اللي معايا ده جبته من انكر، فهو ب 550 جنيه، فانت برضو هتدفع ستيل، هتدفع مع سكرين وكفر وكده. ولكن نكمل في موضوع البطاريه هنا 5000 ملي امبير، بتقعد كويس، تقدر تكفيك اليوم فعلا. والموضوع كمان ان سوفت وير الوان يو اي زي ما انتم عارفين بيتعلم من استخدامك مع الوقت. الشحن طبعا هو بيكتب لك متبقي قد ايه وهياخد وقت قد ايه ده وانت حاطط الموبايل في الشاحن، ولكن الكلام اللي هو بيبقى كاتبه ده او الرقم اللي هو بيبقى كاتبه ده مش حقيقي. هو بيبقى كاتب لك مثلا ايه، الموبايل 55% ناقص له 25 دقيقه. 25 دقيقه دي تعرف انه ناقص له على الاقل 35 دقيقه، فانت ما تاخدهاش يعني عليه قوي. بس في المجمل الموبايل بيشحن تقريبا من 0 لحد 80%، لان انا عامل وضع البروتكت مود، وده هتلاقيه جوه في السيتنجز. ده بيخليك اول ما الموبايل يجي 80% الشحن يقف خلاص، كأنك مش حاطط اي حاجه في الشاحن. فيعني عشان تحمي البطاريه ودورات عدد الشحن وتقعد تطول في عمرها الافتراضي. يعني البطاريه الشحن بتاعها بياخد من 0 لحد 80% حوالي في 55 دقيقه. واخر حبه دول انا في اول ما جبت الموبايل كنت قافل الوضع ده عشان برضه اجرب واختبره، فتقريبا اخر 10% دي بالذات بتطول قوي، يعني بتطول زياده عن اي حاجه تانية. بتاخد لها لوحدها اصلا ربع ساعه تقريبا اخر 10% دي بس. فالموضوع هيزيد معاك شويه، يخش في ساعه وتلت مثلا شحن من 0 لحد 100%، ولكن ستيل برضه كويس ومش وقت طويل قوي. بس طبعا مع موبايلات ريلمي وشاومي الشحن ده طبعا ضحوكه خالص مع ال 40 واط وال 45 واط وال 65 واط وال 66 واط طبعا. ف 25 واط ده قليل جدا، ولكن زي ما قلت لكم هو ستيل شحن سريع، بس يا ريته حتى كان في العلبه. نخش بقى كده على اخر حاجه، الحاجات اللي انا بحبها جدا. نتكلم عن البصمه. عندك هنا بصمه حلوه قوي بجد، سريعه، ما بتغلطش كتير خالص، فعلا بصمه يعتمد عليها جدا. ودي حاجه عجباني جدا ان فعلا بصمه في الفئه السعريه دي. لا، في موبايلات بصمه اصلا بتبقى تقيله او الافكت بيبقى تقيل عقبال ما يفتح زي في شاومي، لكن هنا لا، بصمه يعتمد عليها، الافكت زي الفل، بيفتح بسرعه في اوضاع كتيره. يعني ايدي في اوقات كتيره بتبقى عرقانه شويه بتفتح برضو، دي حاجه اتفاجئت منها. فالبصمه هنا من غير كلام فعلا هي يعتمد عليها جدا. عشان نلخص بقى الدنيا دي كلها، انت عندك هنا موبايل فعلا في سعره، هو فعلا حاجه ما بتحصلش كتير من سامسونج ان هي تنزل لك التوليفه دي بالسعر ده. كمان الموبايل سعره رخيص شويه برضه، هسيب لكم اللينك تحت في الديسكربشن لو عايز تشتريه. كل اللي انت عايز تعرفه ان الموبايل هنا ما فيهوش اولويز اون ديسبلاي، سماعه وحيده مونو مش ستيريو. موضوع الشاشه اللي انا قلتها لك دي وحقيقي انا مش متاكد او مش عارف دي موجوده في كل الموبايلات وفي كل النسخ ولا في النسخه اللي معايا بس. الموبايل برضو ما تقدرش تركب له شريحتين مع اس دي كارد، لازم تضحي بشريحه عشان تركب له اس دي كارد. الموبايل برضو فيه حاجه، ولكن يعني دي حاجه مش بتبان قوي. بس انت لما بتعلي مثلا السبيكر خالص على الاخر كده وانت مثلا بره، بتلاقي هزه بسيطه في ظهر الموبايل كده جنب الكاميرات، بتفكرني قوي بالبوكو اكس 3 برو. بس لا، الموضوع في البوكو اكس 3 برو كان زياده، كان اوفر قوي، رغم انه برضو اول ما حطيت الكفر خلاص نسيت الموضوع. بس هنا الموضوع موجود بس بشكل اخف شويه، بتلاقي فيه هزه كده في ايدك من ورا مش لذيذه قوي، بس برضو اول ما تحط كفر الموضوع بيروح يعني. بس يا سيدي، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه تقريبا عن الاي 15. لو في حاجه تانية انا نسيت اقولها برضو انت ممكن تكتب لي تحت في الكومنتس، وممكن نعمل شورتس عليها. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنساش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس. وبس كده نكون خلصنا الفيديو. سلام.